ازاي اطلع من الصيف باقل خسائر في بشرتي؟ اول حاجه لازم نكون متاكدين منها ان احنا نحط صن بلوك قبل ما نخرج لو احنا بنخرج كتير في الشمس. وما تقوليش انا لابسه نقاب، النقاب هيحميني. للاسف كل دكاتره الجلديه اجمعوا ان النقاب مش بيحمي من الشمس، خصوصا شمسنا الجميله الحارقه. تاني حاجه الترطيب مهم جدا جدا، عشان لما بيحصل حروق مثلا بسيطه من الشمس وانا برطب فالحروق دي بتختفي ومش بتتحول لالتهابات. الترطيب مهم جدا. اختار كريمة ترطيب بناء على استشارة الطبيب، او اختار الانواع اللي معلهاش جدل، ولو حصل منها اي مشكلة بغيرها على طول. تالت حاجة النظافة، واقصد هنا الاستحمام، وده طبعا مش بس للوش، ده لكل الجسم، لان تراكم العرق على الجلد بيسبب ان هو الجلد يتقفل والمسام تتقفل وتبدأ ان تحصل التهابات وهكذا. لكن انا لما انظف على طول اول باول واستحمى على طول ان شاء الله هتجنب الموضوع ده. موضوع الاستحمام ده بسيط، يعني 10 دقايق في اليوم مش اكتر من كده تبقى زي الفل.